مساء الخير يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين. عيد أضحى مبارك عليكم إن شاء الله. هيصوا وافرحوا والعبوا وكلوا لحمة يا جماعة. العيد ده عيد اللحمة، اشتروا لحمة. ما تشتريش اللحم. دائما الاطباء ينصحوا بتقليل اللحوم. قطعوها. وانتوا هتخسروا ايه؟ ده يا عم احسن لصحتك. نتكاتف جميعا ضد اللحمه. نتكاتف جميعا ضد اللحمة؟ لا 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 لا، ده الموضوع كبير بقى. يا جماعة بس ايه الحملة الشرسة اللي على اللحمة دي؟ يعني اللحمة عملت لكم ايه؟ ده انتوا حسستوني ان هي اخوان. بالراحة كده يا جماعة، وحطوني معاكم في الصورة، وان شاء الله انا اللي هحل لكم الموضوع ده. بس فهموني ايه اللي مش عاجبكم في اللحمة؟ اللحمة ب 80 جنيه. 80 و87 و190. أنا باكل لحم بس باكل إيه؟ فطوط. كيلو اللحمة دلوقتي تجيبي من عند الجزار ب 120 جنيه. 120 جنيه ليه؟ ليه ان شاء الله؟ جاي ابص لها وامشي عشان بقى اهو وحشتني. الاسعار غالية. طيب يعني الاسعار غالية وانتوا مش عايزين تلبسوا التهمة للحكومة، فبتقولوا للناس ما تشتروش لحمة؟ ده ايه الغباء ده؟ لا، موضوع زي ده يا جماعة تعالوا لي قولوا لي ايه الحكايه عشان اخش في الطابور. حطوني في الصورة. عيب، ده انا اعلامي زيكم. خدوني معاكم. خدوني معاكم، هفيدكم والله. هنفعكم. محدش عايز يقول لي حاجة زي كده، الأسعار غالية، الحاجات دي أول حاجة تعملها، أول حاجة كره الناس في اللحمة. قول لهم بلاها لحم. بلاها لحمه. اسمها بلاها لحم، مش عايزين ناكل لحم. فالناس قرروا كده عمل مقاطعه للحوم. وانا بشجعكم كلكم قطعوا اللحمه تماما، قطعوها. هو خلاص حبكت. هيا جميعا مقاطعه للحمه. ولازم اللحمه ونعض في اللحمه ونقبش في قاطعها. يخف شويه من اللحمه تاني، يخف تاني من اللحمه. نخف شوية من اللحمة؟ يا أحمد ركز في المصطلحات يا أحمد، هتودينا في 60 داهية. نخف دي يعني هم مكترين ومحتاجين يقللوا زيك كده، لكن دول أساسا مش لاقيينها يا أحمد. دول ما بيبقوش 10 مليون زيك، دول شعب. مش عارف افهمها لك ازاي دي، بس يعني المهم بص، عايزك تركز. الله يخليك وما تجودش. الله يخليك يا احمد، انت بالذات ما تجودش. انت عايز تخلي الناس تبعد عن اللحمه، اديهم بدائل مناسبه. شويه كشري، شويه مش عارف ايه. يا رب عليك يا احمد يا موسى، عمرك ما هتبقى اعلامي محترم بيعرف يطبل ابدا ابدا. شوف بيقول ايه، بيقول للناس شويه كشري، بيقولها بمنتهى الشوق. ليه؟ عمره ما كان كشري، غرقان في اللحمه. لكن الشعب الغلبان يقول لك ايه؟ شويه لحمه. فانت عمرك يا احمد يا موسى ابدا ما هتعرف تطبل زي الناس المحترمه ابدا. يا جماعه افهموا طبيعه الشعب المصري، تعرفوا تداروها صح. انت عايز تشيل الحكومه من الليله، خش لهم من ناحيه الدين. الشعب المصري متدين بطبعه، انت خش لهم من ناحيه الدين، بس ما تجيبهاش بغشم بقى تقول له ايه اللحمه حرام والكلام ده. لا 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 خالص. في طريقه كده بتيجي بمعلمه، بتيجي بحرفنه. يوم معدي يا عبد الله بن عمر وهو سيدنا عبد الله بن عمر، حاجه عظيمه جدا في التاريخ الاسلامي. يوم يعدي شايل فخده لحم، فعدى لقى عمر بن الخطاب في وشه. قال له ايه يا عبد الله ده؟ قال له لحمه. قال له جبتها ليه؟ قال له اشتهيتها. قال له كلما اشتهيت اشتريت. يعني كل ما تشتهي حاجه تشتريها. الله يا استاذ محمود، بارك الله فيك والله. كلما اشتهيت اشتريت. يا لا بجد شعر ايدي وقف والله. لا، هو ده الخطاب الديني فعلا اللي احنا عايزينه، اللي هو يخدم على الحكومه وفي نفس الوقت يخدم على اللحمه. لكن خلي بالك برضو، عشان ايه؟ في ناس كده رخمه بتبقى فاهمه، بتيجي تبوظ لك الليله. يقول لك ايه؟ طب ما انت كده لما يعني تعمل مقاطعه للحمه وما تخليش الناس تشتريها، هيحصل ضغط على منتجات تانية زي الفراخ وزي السمك. لا، اوعى تلتفت وتنجرف لمواضيع اخرى. انت اشتغل على نفس مسارك، كره الناس في اللحمه، اقرفهم فيها. في موضوع انتشر بشكل كبير، جزار بيذبح حمار. اهو الحمار بعد ان قام بسلخه الجزار اختفى. عم عبد الوهاب عبد الرحمن صاحب الحمار، يا عم عبد الوهاب اهلا بيك.
اهلا بيك، سامعني؟ ممكن نوطي التلفزيون؟ وخطف الحمار وذبحه. يعني هو بيسرق الحمار كمان؟ ايوه، شره من عندي من جنيه من ورا البيت. ثانية واحدة بس كده، عشان ايه عندنا عتاب صغير لعم عبد الوهاب صاحب الحمار. انت طبعا زعلان على الحمار اللي اتسرق، مش زعلان خالص ان احنا بناكل لحمة حمير، لا بس عاجبني اداء وائل الابراش المرة دي، برافو يا وائل. وائل واخد خط تاني غير الاداء التقليدي بتاع الاعلام بتاعنا. الاعلام بتاعنا عشان يشيل المسؤوليه من على الحكومه عمال يقول للناس ايه بقى، بلاها لحمه، ما تاكلوش لحمه، حرام اللحمه. لكن وائل الابراشي واخد خط تاني خالص بقى، يقرفك في اللحمه اللي هو ايه، خط القرف. فبرافو برافو برافو يا وائل، وبرافو كل الاعلام، برافو تطبيل. بس خلي بالكم بقى عشان ده ايه، اعلى ليميت في التطبيل، بعد كده هيبقى افوره بقى. يعني هو ناقص بس حد منكم يطلع يقول للناس ايه، ده انا باكل لحمه حمير اهو ما بيحصلش حاجه. اوعوا يا جماعه حد حمار منكم يعملها. احنا اكلت لحم حمير كتير، عشان كده مخي يعني معصلك شويه. انت عارفين ان امي كانت بتشتغل موظفه في روزا اليوسف. قدام روزا اليوسف في جزار يعدوا عليه الصبح يقولوا له اعمل لنا مثلا كيلو كفته. كلنا من ده كتير. وبعدين فجاه امي نازله لقت بتاع الهيصه في الشارع. ايه يا جدعان في ايه؟ قال لك ده كان بيبيع لحمه حمير. وكانت الكفته دي كلها لحم حمير. فاكلناها واتبسطنا، ما حصلش حاجه يعني. ما حصلش حاجه ازاي يعني يا استاذ محمود؟ كل حاجه باينه قدامنا على الشاشه، يعني اللي بياكل لحم حمير بيبان. ما عندكش مرايه في الاسانسير يا جدعان؟ التطبيل ده فن والله. يعني ما فكرتوش مره يبقاش عندكم شويه ضمير كده وتواجهوا الحكومه بحقيقه المشكله؟ ما فكرتوش في مره تقولوا للحكومه مين الناس اللي واكله اللحمه كلها في حضنها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فخدة، حاجة محترمة بديعة. والله فخدة في حدود 1700 1600. فخدة زي دي حاجة محترمة. كلنا هناكل فخدة النهاردة بإذن الله. طبعا ايوه يا عم، كل لحمه براحتك. ما كنتش انت اللي هتاكل لحمه يعني مين اللي هياكل؟ انتوا بالصلاه على النبي مرتباتكم 12 و13 و14 مليون، فاكيد يعني انتوا اللي هتاكلوا لحمه. لكن الشعب الغلبان يا عيني شوية كشري. ويا ريته عاجبه الشعب ده، والله يا ريته عاجبه الشعب الشبعان ده كل شويه اضرابات واعتصامات ومظاهرات. قال ايه؟ عايزين يزودوا مرتباتهم. العمال اللي طالعين النهارده وانا عايز، وانت يا عمي ما بتشتغلش. هل ده وقت انزل الشارع؟ انت النهارده بتطالب الدولة بفلوس، حاضر ماشي. هل ده وقت اطلب فيه والبلد يعني ادينا شايفين المطالب شكلها ايه؟ فين بقى الفلوس اللي موجودة في الدولة عشان تديها لك؟ هل ده وقت محتاجين نتكلم فيه عن زيادات ومنين؟ هتقولي من حقهم تتحسن اوضاعهم. منين؟ ما فيش فلوس في البلد. قسما بالله العظيم لو قلت لكم الحكومة دي او اللي جاية او اللي هتيجي بعدها تجيب فلوس منين؟ نعرض قناة السويس ونبيع عشان نجيب للافندية بتوع المظاهرات الفئوية فلوس. انت عبء على البلد، انت عبء. حال البلد سيء، يعني استنى شوية. لا انت حقيقي انت عايز الحقيقة اقول لك الحق يعني؟ والله ماليك حاجة. والله يا جماعه مالينا حاجه. هي من امتى دي كانت بلدنا اصلا؟ دي بلدهم هم، لكن انا وانت عبء عليهم. تخيل انت كده كل يوم وانت رايح الشغل بتاعك والمحافظ ولا الوزير نازل هو كمان شغله، انت باتوبيسك المعفن اللي قد كده، ميكروباصك ولا عربيتك المكركبه ولا موتوسيكلك قافل له الطريق. هو الراجل ذنبه ايه؟ وكمان عايز فلوس؟ ده انت بجح بجاحه يا اخي. انت وظيفتك الوحيده انك تنتج وبس، وانتاجك ده اوعى تسال رايح فين، لانه اكيد الانتاج ده رايح لمصر. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بزيادة المعاشات العسكرية. أستاذة ريهام سعيد بتاخد 10 مليون جنيه في السنة. محمود سعد بياخد 13 مليون جنيه في السنة. يبقى في الشهر كام يا سي عماد؟ امين شرطة ممتاز اول مرتبه
اصبح 7872. بننشئ مصيف جديد في جمصة، عدة شاليهات في راس البر. ابويا الحاج مجدي الجلاد، انت طويل قوي، زمان مرتبك كبير قوي على قد طولك. لو ما كانوش قضاة مصر يصيفوا في شرم الشيخ، مين غيرهم يصيف في شرم الشيخ؟ اللهم يخرب بيتنا احنا يا شيخ. والله الله يخرب بيتنا احنا يا شيخ، يمكن ترتاحوا. بصوا يا جماعه، مصر عباره عن طبقتين، طبقه فوق ودول عباره عن جيش وداخليه وقضاء واعلام وفنانين، و90 مليون تحت. ثروات البلد كلها بتروح للطبقه اللي فوق، والطبقه اللي تحت لو جت بس مجرد ان هي تطالب بحقها تطالب بحقها، يقولوا ايه ده؟ انت مش وطني ولا ايه؟ انت ما بتحبش مصر؟ ايه ده؟ هو انت اصلا بتاكل؟ يا اخي بلاها اكل وبلاها شرب، على فكره الاكل والشرب حرام. انت شكلك ارهابي بقى. بص اهو، انا من الاول عارف ان ده ارهابي، افعصوه. اهلا بكم في الفقره الثانيه من يوتيوب مع الروائع والغرائب والطرائف والعجائب. بسافر اجيبها لكم من كل القنوات والاعلاميين والسياسيين والمتخلفين في الحياه المصريه، مع الغرائب والطرائف والروائع والعجائب. واحد اتسرقت محفظته وحاجات كتيرة جدا بتحصل، وعجائب ونوادر. انه مرشح بالمنصور هيفقد بنطلونه. ده الاستاذ النائب، وده بنطلونه اتقلع. مع الإثارة والمتعة هيبقى الاسم مرشح ابو بنطلون. استاذ بنطلونه اتقلع داخل اللي يقلع علينا البنطلون يا بيه. طب كويس انها جت على قد البنطلون. داخل الانتخابات بدايته قلع البنطلون. مصيبه ان في الخبر بيقول لك ان المرشح فوجئ ان البنطلون بتاعه اتسلت. طب ده هيمثلني ازاي اذا كان بنطلونه اتسلت؟ وبعدين مش فاهم انا ايه السخافه دي. يعني ايه المشكله يعني لما مرشح برلماني بنطلونه يتسلت؟ عادي خالص. على فكره المرشح البرلماني عمره ما كان ببنطلون. المرشح البرلماني ببرنامجه الانتخابي. انت مجرد ما تشوف مرشح برلماني اسأله على طول ايه اهم النقاط في برنامجك الانتخابي؟ أهم النقاط في برنامج حضرتك. برنامج الانتخابي؟ لا إله إلا الله. عايز الممثل عايز لا اله الا الله. لا اله الا الله. انت متوتر ليه؟ انا مش فاهم. عادي يا عم، انت ما عندكش برنامج انتخابي، طبيعي جدا على فكره. قول ما عنديش برنامج انتخابي، هيقولوا عليك عبيط؟ لا على فكره عملناها قبل كده ونفعت. عادي، انت مش مذاكر، بسيطه خالص. في ناس تانية غيرك مذاكره كويس جدا، ممكن نسالها. ان انا يعني من عشاق البرلمان، وانا اقدم برلماني في مصر، لان انا كنت في 67 68 في مجلس الامه. اتمنى ان انا اعمل هرم رابع. يا حاج، يدينا ويديك طولة العمر يا راجل. ده احنا قعدنا 7000 سنه في 3 اهرامات، انت هتبني هرم؟ ولا صحيح ده انت بتترشح من 67، مش فارق معاك السنين الجايه دي كلها. روح نام يا حاج. مرشح البرلمان ده حاجه كده خاصه، حاجه كاريزما، تشوفه من بعيد تقول ايوه هو ده المرشح اللي انا عايزه. انا بترشح عشان انقل خبرتي الى الشباب. انا اب وجد، ابني بيلتجئ لي عشان اديله خبرتي، وحفيدي بيلتجئ لي عشان ياخد مني حناني، لان ده حنان الجد. حنان الجدس؟ انت بتتكلم جدس يا راجل؟ يعني انت داخل البرلمان عشان تدينا حنان الجدس؟ طب والخدمات والتشريعات؟ الناس دي يا جدعان، مين اللي فاهم الناس دي تترشح للبرلمان؟ ده كده برلمان هيبقى مسخره بجدس. قال لك في واحد الرمز بتاعه بطه. والله. فرد عليهم قال لهم هو انا داخل انتخابات ولا رايح حقاقي؟ حقاقي، خلي بالك. والله. هو انا شكلي بطه؟ علامه استفهام. يعني عايزيني اقاقي؟ علامه استفهام.
وبعدها بدقايق تكرر الامر مع وائل احسان بحصوله على رمز الشرشره. انتوا مسخرة يا راجل والله. رمز الشرشرة ده يبقى مجلس كده يعني بالصلاة على النبي. هيبقى حلو، هيبقى حلو، هيبقى مجلس حلو، وانت حلو وانا حلو. المصريين هيجيبوا نفس اعضاء مجلس الشعب اللي كانوا جايبينهم من كام سنة، اللي هم حزب وطني، مع شوية لطايف ولا قطايف. يا جامد انت يا جامد يا قليش، قطايف ولطايف. انتوا قاعدين فين بالظبط؟ انت حلو وانا حلو، ايه القعده الغريبه بتاعتنا؟ انا القعده دي مشبوهه على فكره، نشكك فيها. انتوا متاكدين ان انتوا بتتكلموا عن مجلس الشعب؟ احنا بنقول انه النايب القادم نائب مهم، لازم تختاروا بعنايه، لازم يبقى هنختاره بعنايه. بلد قدامه اللي تعرفه احسن اللي ما تعرفوش، يعني يا وشك للحيط يا ظهرك للحيط. مش احسن ما يجوا اخوان الوطني؟ مش عارف هاخده فين بصراحه الوطني ده، انا ما بقتش عارف. مكسوفه؟ انت مكسوفه؟ قبيح الواد عمرو انا عارف، مع ان ده المفروض اكتر واحد عينه مليانه في مصر. مصر كلها بتحسده على اللي هو فيه. يعني مش فاهم انا يا رانيا ايه اللي قعدك في قعدات مشبوهه زي دي؟ انت برضو ست محترمه ومتجوزه، مالكيش انت في القعدات البذيئه دي، مش كده يا رانيا؟ فاحمد منصور بيتفتح من الشمال. احمد منصور من الناس اللي بتتفتح من الشمال. احنا في رمضان. انا قلت حاجه؟ الباسبور بتاعه بيتفتح كده. اللي بيتفتح شمال غير اللي بيتفتح يمين. الله، انا ممكن اعتذر عن حلقات رمضان. لكن غير رمضان عادي. يعني انت مشكلتك بس في رمضان. ايه يا رانيا؟ ايه ده يا رانيا؟ ده انا لسه بقول عليكي ست محترمه ومؤدبه، تروحي برضو تقعدي نفس القعدات البذيئه دي. ما تقعديش القعدات دي تاني يا رانيا، ماشي؟ اوعدي لي بقى قعدات من دي تاني لا. ماشي يا رانيا؟ خبر ناقصني يعني، عقوبة معلم عرض افلاما للعنتيل على التلاميذ بالغربية. انتوا عارفين العنتيل افلامه اللي صورها مع الستات وكده وبتاع. اتفرج على العنتيل ده، انا ما شفتش العنتيل. لا انا ما شفتش العنتيل. على فكرة بقى في اجزاء، في 1 و2 انت عندك و3 و4 المجموعة كلها. ايوه بقى الحلقه الحلوه دي. خلاص يا جماعه نرجع تاني لموضوعنا. احنا دلوقتي بنتكلم على الانتخابات، على انتخابات مجلس الشعب. نرجع لموضوعنا بقى، نتكلم جد، سيبنا من الاسفاف والزباله دي. كده عمرو اديب بيقول ناخد الحزب الوطني. الحزب الوطني الناس الفاسدين اللي احنا شلناهم بثوره، يعني الناس الفسده هم اللي يكتبوا لنا القوانين والتشريعات الجديده. ايه ده؟ احنا هنسيب المهزله دي تحصل؟ فين الرئيس؟ فين الجيش؟ انا هقول لك الحل فين. احنا بنتكلم دايما من فوق، مره كده نفكر ندي الشعب المصري الحق في ان هو اللي يحسب من تحت. من تحت ازاي لا مؤاخذه؟ قصدك الشعب يحسب من تحت؟ بلاش والله يا مدام تهاني، اصل كده هتبقى ديمقراطيه، والديمقراطيه غداره، وفي الاخر برضو الجيش هو اللي بيحسن من فوق. فبلاش، واحنا جربناها قبل كده وفشلت. الشعب ده ما بيسترش. يعني افرضي مثلا يعني انا بقول افرضي اهو، افرضي مثلا يعني الشعب ده قام جاي كده اختار ناس مش عاجباكوا. انما السلفيين مش بنفس القوه. اتكلموا على 65% من البرلمان. يلا ما هو برلمان ابونا بقى، مش مشكله. ازاي يعني 65% من انهي نصيبه ده؟ فرضا خدوا 60%، ايه العمل؟ ايه العمل؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ الرئيس يحل البرلمان. نعم. الدستور مديله الحق. يعني ايه؟ يحل البرلمان ويعيد الانتخابات. ازاي؟ ايوه كده، في الدستور كده.
يحل البرلمان ويلغي الانتخابات. ايه في ايه؟ بلد ابوه. واحنا ايه يعني يا جماعه؟ احنا عباره عن رئيس وطلع له بلد فهو براحته بقى. لا بس بجد بجد يعني حلوه لعبه الانتخابات دي. احنا نعمل انتخابات، جابت اللي عجبنا قشطه، ما جابتش اللي عجبنا نعمل ايه؟ حل البرلمان. بصوا يا جماعه، ديكتاتوريه زمان تختلف تماما عن ديكتاتوريه دلوقتي. ديكتاتور زمان ده كان راجل غشيم، كان يطلع يقول للناس انا ربكم الاعلى، واللي يعارضه يقتله عادي خالص قدام الشعب. لكن دلوقتي الموضوع بقى هندسه. ديكتاتور دلوقتي بقى معلم، بقى عادي بيقتل المعارضه وبيسجنها، لكن بيعمل نظام على كيفه، ومعارضه تمشي على مزاجه. بصراحه مبارك كان استاذ في الحته دي. كان عامل مجلس شعبي ديكور، جايب التزوير عادي خالص، وجايب كل يوم صحفيين زي ابراهيم عيسى ومجدي الجلاد ومصطفى بكري يجلدوه في الجرايد بتاعتهم اللي هي اصلا تبعه، اللي هي بتقدم له خدمه احسن من الناس اللي بتطبل له، لانها بتظهره قدام العالم ان هو بقى عنده حياه سياسيه وديمقراطيه وكده. لكن اللي بيعارضه بجد معروف مكانه فين، يا القتل يا السجن. نفس اللي بيحصل دلوقتي النظام قال يعني من كتر الحياه السياسيه والتعدديه الحزبيه والديمقراطيه اللي عندنا عامل لنا برلمان، وجايب ناس بيقوموا بنفس دور مصطفى بكري ايام مبارك، وبيكتبوا بقى في الشروق والمصري اليوم قال يعني بيعارضوه كده. فيهم اللي بيعارض وهو عارف ان هو بيستعبط، وفيهم اللي بيعارض وفاكر نفسه بيناضل وما يعرفش ان هو بيقدم للنظام خدمه احسن من الناس اللي بتطبل له. من الاخر يا جماعه، مصر فيهاش معارضه. يا جدعان ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت، وتعملوا سبسكرايب من هنا، وتعملوا لايك وشير للحلقه كتير، واعملوا فولو الاكونت بتاعي من الانستجرام موجود تحت الفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه.